تعين سينيور ولا فريش في ديبارتمنت الماركتنج لو انت شركه بروكر. بص يا سيدي، لو انت شايف ان الماركتير بتاع الريل استيت هو ماركتير اللي بيعرف يعمل كل حاجه، فلا يعني ابدا عين سينيور من اللحظه دي. ليه؟ لان هو اصلا مش ماركتير، هو كذا حد جنب بعض كده بيقدموا البرودكت اللي بتشوفه اونلاين، سواء كان كامبين او سواء كان برودكشن او سواء كان سوشيال ميديا مانجمنت او الكلام ده كله. فالموضوع مالوش علاقة بإنه شخص بيعمل الكلام ده كله. طيب، لو أنت مش فاهم في المجال ده خالص، ومش فاهم في الماركتينج خالص، وما عندكش قابلية إن أنت تاخد كورس سريع تفهم منه بس النو هاو بتاعتنا، فابدأ عين سينيور وريح دماغك، والسينيور ده استغلى فيه وهو يشيل لك الحتة دي، لإنه هتلاقيه بيعرف يعمل حاجة أساسية اللي هي على ما أعتقد يعني بنسبة كبيرة جدًا هتكون الcampaigns، وبناءً عليه الباقي الحاجات المحيطة هيكون عنده جزئيات فيها فيعرف يمشّي الدنيا معاك، فهو ده اللي أنت محتاجه. طيب، لو هتعيّن فريش ركّز إن الفريش هيغرّقك لو مش معاه team، وأنت هتغرق بيه وهو هيغرق معاك لو مش معاه team. فأنت محتاج إيه، محتاج إن أنت لو هتعيّن فريش تجيب له team أو تجيب الفريش وفق منظومة فيتعلّم منهم وهُم يخرّجوا من الفريش ده أفضل حاجة. إنّما تجيب فريش وأنت تقعد جنبه أنت مش فاهم والفريش محتاج يتعلّم، فأنتم الاتنين مش هتحققوا نتايج خالص، ولو حققتوا نتايج فهتبقى ضربة حظ مش أكتر من كده.